هل فعلا مصر بتمتلك أسلحة في نفس قوة السلاح النووي؟ القنبلة اللي قدامك ديت نصر 9000 أم القنابل المصرية. أول ما بتسمع الاسم ممكن تتخيل إنها موديل قديم من سيارات شركة النصر المصرية، لكن ده واحد من أهم وأخطر الأسلحة اللي بيمتلكها الجيش المصري. القنبلة واللي وزنها 9 طن واللي بتصنعها مصر من الثمانينات بالتعاون مع الجيش العراقي. القنبلة واللي بيكون فيها مواد كيميائية شديدة التفاعل لما بتتفاعل مع الهواء علشان تتولد شرارة بيصحبها انفجار ضخم. الانفجار واللي بيصحبه موجة تضغطية بتمشي بسرعة 2 كيلومتر في الثانية. القنبلة الفراغية أو قنبلة التفريغ الهوائي واللي بتعتبر قنبله مش عاديه لانها حرفيا قادره انها تمسح الارض بكل اللي عليها في ثواني قليله وما تسيبش عليها اي شخص ولا مبنى ولا حتى شجر. مش بس كده، القنبله بتسحب كل الاكسجين اللي موجود في الهواء. القنبله نصر 9000 واللي بيتم القائها من طائرات الشحن الضخمه مش من خلال المقاتلات. القنبله دي يا صديقي بتعتبر سلاح رادع استراتيجي، وده لانها قادره انها تمحي مدن كامله من على الخريطه بتاثير قريب للقنبله النوويه، لكن هنا من غير استخدام اي اشعاع. لكن حاجه اخيره يا صديقي حابب ان انت تفتخر بيها، وهو ان الجيش المصري في السنين الاخيره اتطور تطور رهيب، مش بس على مستوى التسليح او تنويع مصادر السلاح، كمان على مستوى التدريب والامكانيات والمستويات التانية كمان. ايه الكلام ده بناء على ملامسه للواقع، مش مجرد كلام منقول وخلاص. واخيرا طبعا وما خفي كان اعظم، طبعا لما نشرنا الفيديو بتاع حامله الطائرات الامريكيه في ناس كتير جدا دخلوا وقالوا ان الفيديو بيضعف الروح المعنويه. انك تعرف اي معلومات عن عدوك دي مش حاجه غلط خاصه، وكمان وان المعلومات دي حقيقيه مش معلومات مغلوطه، ومش فيديو اللي هيضعف الروح المعنويه للمقاتلين الا ربنا ينصرهم باذن الله.